أستاذ عمر رحمون، أهلا وسهلا فيك معنا بهذا اللقاء اليوم عبر سيريا ميديا. حياكم الله، أهلا وسهلا. يعني خلينا قبل ما نفوت بمواضيع الحلقة، في موضوع صار له سنة يمكن عم يعمل بلبلة، خلينا نختمه اليوم. أنت أعطيت 24 ساعة بموضوع رفعت الشرط من 5 كيلو ذهب ل 50 كيلو ذهب لليوم، بعد ما حدا تقدم بهذا الشرط. فينا نختم إذا بدك هذا الشرط اليوم؟ يعني موضوع الذهب سووا لنا قصة منه، صح. وصراحة صار يعني ما بعرف، يعني هو كان صايد قصة، بصراحة صايد قصة. هو ليش الناس اهتموا فيه؟ هو لأنه الذهب له علاقة بموضوع النسوان، كثير اهتموا فيه قصة الذهب، فكثير انشغل عليه أو كثير صرت أنسأل عنه، لأنه موضوع بجوز بيتعلق مثلا النسوان بتحب كثير تسأل عن الذهب وموضوع المهر وكذا، وأسعار الذهب طلع ولا نزل، ولا انه الناس تهتم بالمعلومه اللي قدمتها ولا ايش، ما بعرف. بكل الاحوال انا امبارح سجلت حلقه قلت 24 ساعه، اللي بيحب يشارك يتفضل، واللي ما بيحب انا 24 ساعه بكون في حل. وهي المره الاخيره اللي راح احكي فيها في هذا الموضوع. يعني هذا الموضوع لن افتحه بعد الان لانه انتهى. يعني انا حطيت 24 ساعه ومضيت، ما حد طلع، ما حد استرجى من جولاني وجمهوره انه يطلع يشارط. ليش؟ لانه الحقيقه في هن عندهم خوف، جماعه الجولاني في عندهم خوف، او هن يعني يكادون يقتنعون او يكادون يعني عندهم قناعه انه هذا النظام سيزول. يعني لذلك وبالتالي يعني في بعض الناس بقول لك انه والله ما حد شارطك، ما حد داير عليك، ما حد داير. ليش لك بلاحقيني من منصه لمنصه وعم تعلقوا وكذا. بكل الاحوال هذه قصه الذهب انتهت. يعني انا طلعت راهن شارط وشارطت، صحيح. والحكي مو هلا من الشهر الثامن صحيح لهلا، وما حد طلع شارطني. فلو طالع حدا مشارطني انا جاهز ادفع وجاهز التزم. بما انه ما حد طلع شارطني وما حد راهنني وما حد قابلني، فهذا الموضوع انتهى، لن افتحه بعد الان. يعني قصه الذهب انتهت. يعني هلا يمكن علامه الاستفهام الاساسيه استاذ عمر هي بموضوع انك رفعت الثمن من 5 كيلو ل 50 كيلو، وبالتالي هذه لها دلاله بالثقه يلي موجوده عند حضرتك اللي لها علاقه بمستقبل الرئيس احمد الشرع. موضوع الذهب انتهى. هذا الموضوع يعني بتمنى انه ما بقى انسال عنه، حتى سؤال ما بقى انسال عنه. هلا موضوع الثقه وايمت راح يروح او كذا، هاي بنحكي فيها بكل، يعني بجوز بكل حلقه او بكل صحيح. لقاء صحيح. ممكن نحكي عنها. لكن انا جاءتني معلومه من مصدر اثق به وقلتها للناس، وتم قرن هذه المعلومه بموضوع الذهب وصارت قصه. يعني فانا بدي اخلص من هي القصه، ماني حاب اضل احكي فيها كل السنه. يعني هذه معلومه انا متاكد منها، انا متاكد من هذه المعلومه. وبعيدا عن المعلومه ان هذه المعلومه ليست مني، اما انا متاكد تاكيد مطلق ومقتنع قناعه مطلقه بان هذا النظام سيزول. يعني انا ممكن لا اتفق مع من اعطاني المعلومه على واحد. انا امبارح قلت له انه وضحت. يعني واحد مو معناته واحد بدقه، يعني واحد قد تمتد ل10 واحد، لكن واحد سيكون يعني بدايات السقوط ستظهر، مثل ما صار مع النظام الاسد. نظام الاسد هو سقط في 27/11 ليس في 8/12. يعني بدايه السقوط كانت في 27، عندما دخلوا الى حلب سقط النظام، لكن هروب بشار كان ب 8/12. فالمقصود انه انا قلت انه ممكن نحتاج 10 ايام، مو بواحد بشكل فعلي، انه قد تحتاج مرحله حتى يتم اعلان سقوط هذا النظام. شو بده يصير بعد راس السنه؟ هذه معلومات اكيده، والغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لكن انا متيقن بان هذه السلطه زائله، لن تستمر، لن تبقى. النظام السابق كان نظاما متجذرا ومهيمنا على الدوله وعلى المجتمع وعلى كل شيء في سوريا، يحتاج فتره 14 سنه حتى تم اسقاطه. اما هذا النظام ليس له اي جذور وليس له اي يعني انتماء، وهذا النظام لا يشبه السوريين بصراحه. يعني السوريون شيء وهذا النظام شيء اخر. هذا نظام ارهابي
متطرف سلفي جهادي غير الفكر السوريين. يعني ممكن يكون بالسوريين في 2 3% 5% اخي جهاديين وسلفيين ومتطرفين لكن ليس بالضروره انه هذا يكون يمثل كل السوريين. ولكن يعني بالحلقه السابقه معنا عبر اوبينيون ميديا ذكرنا مؤشرات يعني ممكن يعني نضوي عليها لسقوط الرئيس احمد الشرع. اليوم لازم يصير في حدث كبير او حدث معين تنقرنا بعد الاعياد او على يعني بعد راس السنه لنشوف او يعني حسب ما عم بتقول زوال هذا النظام. هلا هو الحدث الكبير ببدا من 27 وبعد. يعني هن بداوا 27 11 قد يبدا الاحداث الكبيره من 27 12 وبعد يعني. فيعني لسه في معنا وقت يعني. لكن الاحداث تتحضر يعني. في تحضيرات يعني. طبعا بكل تاكيد يعني تحضيرات على اي مستوى؟ على كل المستويات. على كل المستويات هناك تحضير على كل المستويات. هناك تحضير دولي وهناك تحضير محلي. شو بتقصد بالمحلي؟ هناك اسماء كبيره نزلت على الارض صارت على الارض موجوده. في اسماء كبيره من قيادات الثوره وانا هنا لا اتحدث عن النظام السابق وفلول النظام السابق وانا من هؤلاء الفلول طبعا. لكن انا لا اتحدث عن الفلول او النظام السابق. انا اتحدث بان هناك قيادات وطنيه من الصف الاول صاروا في ارض الميدان. في اسماء اليوم؟ ايه طبعا بدك تحكي عن بدك تحكي عن الجنرال مناف، بدك تحكي عن القائد جمال معروف، عن القيادي ابو اسامه، الرائد حسن. في كثير اسماء قيادات من قيادات المعارضه او قيادات الثوره الصف الاول موجودين. يعني مثلا لقاء توماس باراك مع الجنرال مناف هذا ليس لقاء عابرا او لقاء لا يقرا منه حدث او لا يقرا منه واقع جديد. هناك واقع جديد يتم التحضير له. هذا النظام لم يأتي ليبقى. هذا النظام جاء بمهمة وهذه المهمة انتهت. شو مهمة يلي بده يجي بعد هذا النظام؟ شوف احنا إذا بدنا نحكي بمهمات للأنظمة، إذا بدنا نحكي بمهمات كل نظام له مهمة. سوريا تعرضت لمؤامرة القصد منها التقسيم. هذه المؤامرة يعني النظام السابق يقول بأنه تعرضنا لمؤامرة. لو كان همه على الوطن وعلى البلد كان من 2011 تقارض الماشي. يعني هلا بالناس بقول لك انه والله كان حكم البعث حكما وطنيا وحكما. لو كان وطنيا ولو كان قلبه على البلد كان من بدايه الثوره مشي وقال لهم السلام عليكم وعطى البلد للمعارضه مشان ما تقسم. لكن انا بحكي بعد 14 سنه انه بعد 14 سنه تنهزم معناتها انت ما كان غايتك الدفاع عن الوطن فقط، وان كان هذا الظاهر يعني لانه الدفاع عن الوطن ينبغي ان تقاتل حتى النفس الاخير وليس بتجي لمرحله يعني ما بتتضايق بتنهزم او بتفر يعني. وهون حديث هون عن راس النظام. فالحديث عن مهمات الانظمه تعرف النظام السابق 60 سنه بقي في السلطه من 63 ل 2024 60 سنه بقي في السلطه ومرت كوارث كثيره ومجازر كثيره وتبعات كثيره وضحايا بمئات الالاف بالملايين من قتلى ومن سجناء ومن يعني قصص كثيره. هذه القصص كان لابد من فتره انتقاليه تسبق الفتره الانتقاليه. يعني حتى من ياتي او من سياتي بعد الجولاني هنا نستطيع ان نقول هذه الفتره الانتقاليه الذي سياتي بعد الجولاني. لكن الجولاني او هيئه تحرير الشام هي كانت فتره انتقاليه للمرحله ما قبل المرحله الانتقاليه. انت لابد بين نظام دكتاتوري وبين مرحله جديده لابد ما يكون في مرحله انتقاليه تمهد للمرحله الانتقاليه القادمه، وهي لابد كان من وجود هيئه تحرير الشام او النظام الحالي الموجود. ثم هذا النظام هو توطئه وتمهيد لما تريده اسرائيل في سوريا. يعني صفت الامور واضحه يعني مشان ما نقعد نحكي. هلا احنا شايفين الدوريات الاسرائيليه عم بالجنوب عم تشتغل على كيفها وعلى مرأى من دوريات الامن العام وعناصر النظام الحالي
وبيكبروا بالعكس وكذا، يعني وعم يتعرضوا للقتل كمان يعني. ولا كانه في شيء. ومره شلحوهم ثيابهم وعم يعملوا على كيفهم، وقتلوا 20 شخص بيت جن الفتره الماضيه. فيعني واضح انه الان اسرائيل بدات تستثمر، يعني الطبخه السوريه استوت وانتهت. يعني 14 سنه كانت كافيه بسي الطبخه السوريه، الان تم تحضير الطنجره وتوزيعها، بقى كل واحد ياخذ حصته. بس نعم، بس نرجع لهيدي الاسماء اللي ذكرت، رح تكون لها دور يعني دور واحد بكذا شخص او كذا اسم، ولا هي اسماء ممكن ترسي عليهم المهمه على اسم واحد منهم، مش بشكل جماعي؟ هلا انا لا اود ان ادخل بتفاصيل انه من هو الذي سترسي عليه الامور، ومن هو الذي سيكون بالمقدمه، ومن هو الذي سيكون بالمؤخره. يعني بغض النظر، انا لا اتحدث عن اشخاص ومين بدي ياخذ وزاره الاعلام ومين بدي ياخذ وزاره العدل ومين. هو السؤال يعني في شخص واحد حيدير سوريا، ولا بغض النظر، ولا حتكون مجموعه اسماء هناك رئيس، سيكون هناك رئيس. يعني نحن نحكي عن جمهوريه، ما نحكي عن جمهوريه موز، ولا نتكلم عن عشيرة أو قبيلة. نحن نتحدث عن جمهورية. الجمهورية بكل تأكيد سيكون لها رئيس وسيكون لها حكومة ووزراء يعني فبكل تأكيد في شخص راح يكون رقم واحد بكل تأكيد يعني. لكن تحرك هؤلاء الأشخاص، يعني هلا جمهور الجولاني ما بده يقرأ. هلا احنا عم نقول له هذا الشيء، مو لحتى هلا هن بيعادونا، بيعتبروا حديثنا عن هذا الكلام انه انا عم اعداء، انا عم اعاديهم، انا عم ازعجهم. هذا واقع سياسي. يعني هذا توصفهم كمان بتعابير ما قصرت فيها. هذا واقع. أنا يعني كانوا يلومون نظام البعث أنه تقولون إلى الأبد إلى الأبد وهي لكم هزمتوا، وهن عم يستخدموا نفس الألفاظ. لماذا تقعون بأخطاء غيركم؟ ليش بدكم تمشوا وراء البعث خطوة بخطوة، ذراع بذراع وباع بباع؟ ما بصير. أنت كنت تنتقد النظام السابق على الدكتاتورية وأنت عم تصنعها. اللي عم يصير اليوم هو صناعة الدكتاتورية. الجولاني هلق عم يصنعوا دكتاتور، هو الشعب نفسه جمهوره عم يصنعوا دكتاتور. هذا لن يمر. الشعب السوري ما قدم 1,000,000 شهيد مشان نخلص من دكتاتور ونجي نصنع بايدنا احنا دكتاتور تحت حجة انه والله السنية السياسية والعلوية السياسية والكلام هذا تبرير عم يبرروا للناس صناعة دكتاتور جديد. هذا لن يكون طبعا، بكل تأكيد لن يكون، لكن هم يحاولون، لكن لن يكون هذا الشيء. يمكن سؤال كمان شوي تكرر بالفترة الأخيرة عن دور لماهر الأسد في المرحلة المقبلة. يعني مثلا الوزير السابق وئام وهاب يعني أعلن بشكل واضح تحضر يا ساحل السوري، ماهر الأسد راجع. يعني الناس دائما بيحطوا اسماء، عرفت كيف؟ يعني بالسياسي انت تعلم استاذ مارو، بالسياسي ما فيك تغلق الابواب بشكل مطلق، عرفت كيف؟ ولا فيك تفتحها بشكل مطلق. فهذا اذا بدك يعني اجاوبك جواب سياسي، هيك الجواب السياسي يكون الباب مفتوح. يعني بالنهايه ماهر الاسد هو مواطن سوري، يمكنه ان يعود الى سوريا متى شاء. لكن انا حديثي عن التغيرات السياسيه. سوريا ذاهبة باتجاه التقسيم، هي الحقيقة، هذا الواقع. يعني نحن لا نريد ولا نرضى ولا نتمنى، حتى بعد وكنا نريد رحيل كنا نطلب من هذه السلطة يا أخي اعملوا حكم موسع، اعملوا مجلس حكم موسع من كل الطوائف من كل المذاهب، راضوا الأقليات، راضوا شرق الفرات، مشان ما تقسم سوريا. لا، بدكم تجوا بالصرماي، بدكم تجوا بصرماية الرئيس على راسك، بدك تجي وكذا. وراحوا ارتكبوا مجازر بالسويدة، وارتكبوا مجازر بالساحل، وارتكبوا مجازر، فجروا بالكنيسة، وكل يوم وهن عم يهددوا الجنرال مظلوم وشرق الفرات وقسد، وشايلين صندوق البوية. أكدوا للعالم بأنهم لا يمكن جمع الناس كلها. أنت بدك تحكي عن، عندما تتحدث السلطة أو جمهور السلطة عن وحدة سوريا، وهم كل ممارساتهم وكل تصرفاتهم تدل على التقسيم وعلى الكراهية وعلى نشر الطائفية، فأنت عن أي وحدة بدك تحكي؟ اللي بده يحكي عن الوحدة بده يكون عم يمارسها على الأرض. مو أنت بتحكي بالإعلام عن وحدة سوريا
وانت عم تمارس كل التقسيم على الارض، وعم تمارس كل التفرقه وكل الطائفيه وكل الكراهيه عم تنشر على الارض. ف يعني السلطه الحاليه يعني يتحدثون بالاعلام ويمارسون، يعني يمارسون الطائفيه بالفعل ويتحدثون عنه بالاعلام. جماعه ما مخبين حالهم يعني. اذا بتسمح لي هون استنتج من دون يعني ما اكون عم اقول لك شيء حضرتك ما قلته، يعني المرحله المقبله رايحه سوريا الى التقسيم. عم نحكي مثلا الجنرال مظلوم بشرق الفرات، عم نحكي ماهر الاسد او شيء بيشبه ماهر الاسد بالساحل، عم نحكي حكمه الهجري بالسويدة وجنوب سوريا، وعم نحكي يمكن عن الجنرال مناف طلاس في دمشق او في الوسط. تقريبا هيدي الخريطه. نحن نقول اذا هذه السلطه الحاليه سلطه الامر الواقع المفروضه غصبا عن الشعب السوري، اذا كان عندهم فعلا حب للوطن وحب للوحده الوطنيه يستبقوا هذا المشروع ويقدموا عليه ويلغوه. يعني للاسف المشروع اللي جاي لكن هم بعد رحيلهم هذا واضح انه هن مستمرين. هلا بهذا الشكل السلطه بهذا الشكل لن تستمر، لن تقود سوريا الى وحده. هم يقولون بالاعلام بدنا نوحد سوريا، ومثل من شرقها الى غربها جولاني، ومن جمالها الى جنوبها، ومن شرقها الى غربها، هيك كان يحكي. صحيح. لكن تجي على الفعل يختلف تماما. توم براك كان واضح بموضوع مسألة الدولة الكردية، هذا الكلام كان من 3 أيام تحديدا. توماس باراك أنا ما فيني أخذ منه بصراحة، ما فيني أعلق على كلامه، لأنه هذا بتحسه يعني كل يوم له رأي. مرة بيقول لك دولة كردية، ومرة بيقول لك بدنا نضم لبنان على سوريا، ومرة بيقول لك هذا الطرح وين؟ يعني مرة بيقول لك بدنا نضم سوريا على تركيا. يعني ما بتعرف، فأنا ما بعرف هذا الشخص مو طبيعي، مو يعني غير طبيعي أو غير سوي. أنا لا أستطيع أن أبني موقفا سياسيا على تصريح إنسان مضطرب. ومبارح سمعنا نتنياهو كان عم يعاديه أو اعتبره عدو، إنه هذا تركي. لكن توماس باراك يعني اللي عم يقول بدي يعمل جمهورية للكرد، فهذا بجوز قال هذا الكلام تعقيبا على كلام نتنياهو، مشان ما يقول إنه أنا تابع لتركيا. راح قال لهم إنه لازم نعمل جمهورية للكرد بشرق الفرات. ما بعرف يعني شو عنده توماس باراك. بالتحول يلي راح يصير بالساحة السورية راح يكون في أفق لمسألة ضم لبنان أو أجزاء من لبنان إذا رحنا على تغير الخريطة السياسية والجغرافية بالمنطقة. هلا إذا كان هذا أنت عم تبني على كلام توماس باراك. صحيح. أنا قلت لك لكل مرة عم يتكرر. أي أنا قلت لك هذا كلام يعني وهذا الشيء شفناه بالشارع بلبنان أستاذ عمر، من خلال يعني الاحتفال اللي صار بذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد. كمان البعض شايفها رسالة أو مؤشر معين أنه في قاعدة لا مؤيدة نوعا ما لرئيس أحمد الشرعي بلبنان. هلا شوف، هذا الموضوع اللي صار بلبنان مثل ما في قاعدة مؤيدة للجولاني، كمان في قاعدة كارهة له في لبنان. هذا شيء واضح. يعني لبنان مو من اليوم، من قديم في ناس كانت مع النظام السوري السابق. صحيح. وناس ضد، وهلا في ناس مع النظام الحالي وناس ضد. يعني ليس الامر جديدا او ليس امر صدفه او ليس امرا، وصار في مناكفه وصار في يعني موضوع. حتى البعض صار يقول انه هذول يعني لساتهم مع بشار الاسد وكذا. انا هون بدي احب اعلق على شغله اذا سمحت لي استاذ. نعم تفضل. هلا كل يوم بيطلع لنا حدا بيحكي انه مين اللي سبب سقوط النظام السابق. في ناس بيقولوا اللي خان بشار الاسد، وناس بيزتوا على الايراني انه هو السبب، انه هو وراه ومشاريعه وخططه ومحور المقاومه تبعه اللي بده يقاتل اسرائيل هو تم تدمير سوريا والنظام السوري السابق بسبب هذا الموضوع. وبعضهم بيقول روسيا قصرت. يا اخي روسيا هي دوله بمجلس الامن ودوله عظمى وما اشتغلت، هي اللي خانت وباعته لبشار. وناس بيقولوا بشار هو سلم. أنا بهذا اللقاء أود أن أقول بأن هذا الكلام كله غير صحيح. شو السبب لكن إذا بدنا نجزم؟ الكلام الكل يتحمل مسؤولية. الكل يتحمل مسؤولية. المسؤولية لا تقع على شخص واحد أو على، لأنه إحنا بالسابق الروسي يقول إحنا لولا ما إحنا كان سقط بشار بال 2014-15. الإيراني يقول سوريا محافظة، بعض منهم يعني، وكان واقف إلى كما صمد الجميع 14 سنة بسبب الجميع. السقوط مسؤولية الجميع. ليش كل واحد بده ينسحب لورا، وهذا بزت على بشار وهذاك بزت على الإيراني والثاني بزت على الروسي؟ مشان شو؟
وهذا كلام يعطي العدو فرصة للشماتة أكثر وللفرح أكثر. ولماذا؟ ليش؟ خلاص كلياتنا كنا مقاتلين بميدان واحد وانهزمنا، يعني ليش بدك تزت هذا على هذا وهذا على ذاك؟ وفيما يتعلق أنا بشار الأسد، أنا قلت قبل مرة واللي برجع بقولها، الرجل كقائد كضابط كقائد للجيش ما خان. أنا بعرف عندي معلومات لكن الآن ليس محل ذكرها، لكن أنا بعرف أنه معلومات عن شو من دون ما نذكرها؟ معلومات أن الرجل لم يخن، أنه ظل يقاوم وظل يقاتل حتى النفس الأخير. أما يتحمل مسؤولية طبعا هو يتحمل مسؤولية كرئيس دولة وكقائد للجيش، ومثل كما يتحمل حلفائه إيران وروسيا، كلهم شركاء بالصمود بالمقاومة أو بعدم سقوط النظام سابقا، وكلهم شركاء بالنتيجة. باختصار معلومات هيدي لأنه مش موضوعنا حاليا، ولا أنه الظروف الحالية ما بتسمح لك تحكي عنها؟ لا، الظروف الحالية تسمح، وهذه ربما إن أبقانا الله الوقت أطول بنحكي فيها عنها يعني بوقت آخر، مراحل أخرى. البعض يلي لكن أنا بقول إنه ما في داعي كل يوم والتاني واحد طالع هذا بزت على بشار وهذا بزت على الإيراني وهذا بزت على الروسي. هلا زتوه على بشار بعد التسريبات يلي كنا شركاء في النصر، في الصمود، في الوقوف 14 سنة مثلا، وفي آخر المطاف الكل يتحمل مسؤولية. الكل يتحمل مسؤولية السقوط. نعم. يمكن الحديث هلا بهذه الحلقة البعض رح يستغرب يلي حضرتك عم تقوله، على اعتبار انه بالامس صدر بشكل رسمي الكونغرس صوت على رفع عقوبات قيصر عن سوريا، وبالتالي يعني اعطى نفس اكثر، ممكن ترجع شوي العالم تتنفس اقتصاديا، والوعود الاستثماريه يلي يا ريت يعني سبق وحكي عنها خلال الاشهر الماضيه فعلا بلش تطبق. يا ريت والله، انا بتمنى. يعني هذا الموضوع دائما عندما اسال عن موضوع العقوبات يجب ان نفصل بين ما نتمناه وبين الواقع. نعم. انا شخصيا كانسان عشت بسوريا وعشت هذا الحصار، وانا ألعنه وألعن كل من وضعه وكل من شارك بوضعه أصلا، وأدفل على كل من يحزن إذا ارتفع هذا القانون. نحن بنعرف شو نتائجه، شو ظروفه، شو تبعياته، شو سلبياته على المواطن السوري. أما الآن الحديث عن رفع القانون، يعني أنت بدك تعرف هي سلطة الترندات وسلطة الهاشتاج وسلطة الترند الإعلامي، بيركضوا دائما بدهم يكونوا هن ترند. يعني من الشرع الجولاني وانت نازل هن دائما حارسين، كل يوم بيبحثوا بدوروا وين في شغله ترند بدي يلحقوها، واذا شافوا حدا اشتغل او صار ترند بيحاربوه. ما بيحاربوه لانه على خلاف، بيحاربوه اذا صار ترند. بيحاربوه، بيساعدوهم. انت عدو الاساسي اذا صرت ترند. لهيك انت سميتهم ذباب، وعذرا على التعبير يعني، وكلاب وبغال وحمير مسعوره. الحقيقه عندما تدخل الى مواقع التواصل وتقرا تعليقاتهم، هذه ليست تعليقات بشر، هذه تعليقات من هذه الالفاظ الذي اعطيته ولم اعطي حقه اصلا. يعني لا يتركون شيئا، ليس عندهم شيء محرم، ليس عندهم، كله مباح. العرض والمال والدين، بيشتم على الإله، بيشتم على الأديان، بيشتم على كل المذاهب والطوائف والأعراق والديانات، مقابل أنه هو يفرغ كمية الشحنة الطائفية والحقد والكراهية اللي براسه، المهم يفرغها، ما عنده مشكلة. فلذلك يعني هؤلاء، وأنا بقول لهم دائما لك يا أخي لا حد يدخل على صفحتي. يعني أنا صفحتي، طيب أنتم بتعرفوا أنه أنا صفحتي إذا علقتوا عليها كثير، أنا لحد الآن ما بفهم بالأمور هي، لحد الآن وأنا أنت قبل مرة قلت لك إذا في مجال بس ساعدني بشغلي. أنا حتى تاريخ اللحظة لا أعرف كيف يستفاد من واقع التواصل الاجتماعي، ولم أقبض من مرباح وسائل التواصل ليرة. ما بعرف يعني أنا المرة الماضية قلت لك إذا بتعلمني كيف بدنا نوثق الحساب، صح؟ صحيح. وانت هلا بحجه توثيق حساب جيت عملت معي لقاء. ما بعرف، لكن فانا بنصحهم انتم لا تفيدوني يا اخي، لا تفوتوا، ما بدي ولا حدا من جماعه الجولاني يفوت يعلق عندي، ولا يزور حسابي، ولا يفوت يعطي راي، ولا يعلق.
اغربوا عني وعن حساباتي، لا تعلقوا عندي يا أخي. أنا ماني عم بكتب لكم، ماني عم أخاطبكم لأنكم لا تفهمون. لو كنت أعلم بأنكم تفهمون كنت قلت لكم بأنني أخاطب. لا تفهمون، لا تفقهون بشيء. يعني في ناس بتحب الله بتحكيها بلغة دينية بتجي معك، يعني بتحسن تفهم معها. في ناس ملحدة يا أخي حكيها بالوطن، بالوطنية، في بالأرض، عندك قاسم مشترك. يعني ممكن تلاقي قاسم مشترك. في ناس بالأخلاق ممكن تلاقي، هؤلاء لا يمكن تلاقي معهم لا بالأخلاق ولا بالقيم. يعني هلا بطلع أسامة عثمان، هلا بتقول لي أنت والله ارتفع قانون قيصر. شلون ارتفع وامبارح أسامة اللي وضع قانون قيصر كان عم يحكي إنه الثورة ما انتهت والثورة مستمرة؟ كيف؟ يعني ليش بدك تسألني إلي؟ ليش ما بتسأل أنت أو غيرك؟ طبعا يعني ممكن. نعم. لماذا لا يسأل لماذا صرح أسامة عثمان بهذا الكلام؟ الكلام اللي قاله أسامة عثمان ثورة، ثورة. هو أطلق شرائط الثورة وهي بالفعل ثورة، لأنه هؤلاء الأشخاص ليسوا محللين سياسيين لحتى يطلعوا على كل يوم يطلعوا برنامجين 3 يحكوا سياسي. طيب هذه القاعدة الموجودة على السوشيال ميديا أو يعني مواقع التواصل الاجتماعي موجودة على أرض الواقع بسوريا؟ يوم أي تحول بده يصير يأتي يعني ضمن إطار إزالة النظام الموجود حاليا في سوريا، ما بيتخوف من ردة فعل بالشارع؟ لا ليس هناك ردة فعل، لأنه هذا النظام ليس له قاعدة. هناك الملايين. يعني أنا مثلا أتحدث، نعم، اللي شفناهم بساحة الأمويين. أنا أتحدث يعني ساحة الأمويين. هو الجولاني عمل عرض، خلينا نحكي عنها، عمل عرض عسكري هو غايته تخويف الشارع السوري. ليس لأن هو لم يقدم هذا العرض من شان الدول اللي حواليه تخاف منه. هو عمل العرض ليخوف الشعب السوري انه انا صرت دولي وانا صرت زعيم وانا جيش وعندي احد يفكر يسوي مشاكل. لكن التصريحات والهتافات اللي صاحوها الفهمانيين اللي عنده كانت هي ضد اسرائيل، واسرائيل فعلا يعني وصلت الرساله. فيعني نقلبت عليه يعني ممكن. فانا في حقيقه لا ابني موقفي على يعني ما يقوله الكيان. انا اتمنى وان كل يوم فتحوا يعني معبد لليهود بحلب، ويوم صحيح. فتحوه بالشام، ويوم وعم يحكوا بكل اريحيه. انا لست ضد اي مواطن سوري بيحصل على حقه، لكن انت امام سلطه جهاديه بين قوسين، وهي سلطه مطبعه اكثر من الانظمه العربيه المطبعه مع العدو الاسرائيلي. انا بريد انه يطلعوا بينوا يا اخي، يقولوا انه احنا جهادنا هيك، بيقولوا لنا جهادنا، بيقولوا لنا انه احنا نطبع، وانه احنا نفتح علاقات مع اليهود، وانه احنا يكون ختام ثورتنا انه احنا واليهود والصهاينه والاسرائيليين بخندق واحد. يعني احنا فقط نريد التوضيح انه موقفكم ايش. هلا بعد سنه من سقوط نظام الاسد لهلا ما في موقف للنظام الحالي ضد اسرائيل. وانا اقول لك علنا، يعني انا لو كان موقفهم ضد العدو واضح لكان انا موقفي تجاههم كان مختلف. لكن لا موقفهم ضد اسرائيل واضح ومبين هن شلون بده يشتغلوا لحتى واحد يبني موقف تجاههم. ولحد الان هن داعمين للارهاب، بل هم ابو الارهاب وامه. لسه بقول لك والله بقطر والله لازم نعيد تعريف الارهاب. يعني هو يبدو انه خطر على باله هلا يدخل بمسرحيه يضحك على المجتمع الدولي. يعني هو ضحك اول شيء على الثوره السوريه، وقتل فصائل الجيش الحر، وسرق سلاحه، وسرق الثوره كلها. وعلى فكره هلا يعني هذا كلام مو بس كلامي، هذا كلام كثير من السوريين وكلام كثير من المعارضه التي كانت تعارض نظام الاسد. الان لحد الان بقول لك هلا في بعض الناس المحسوبين على فريق الفلول بقول لك والله بدنا نرجع على وظائفنا. يا عمي الضباط المنشقين اللي هن كانوا بالثوره لهلا ممنوع يفوتوا على البلد، لهلا مطلوبين، لهلا اسمائهم ما انشاء عنهم الاحكام القضائيه، وممنوع يرجعوا على الجيش. الضباط اللي انشقوا اللي انضموا للثوره ورفضوا الانضمام للمعركه والحرب وقتل السوريين لهلا هن خارج البلد ممنوع. ولهلا كل واحد محكوم عليه محاكمته هذا موجوده. فانا بقول لجمهورنا، جمهور الفلول، حتى ما حد يفكر انه زلالين احنا بالاسم، بالعكس
أنا أتشرف بأي اسم ولا أكون محسوب على الإرهاب، ولا لا أكون إرهابيا ولا محسوب على الإرهاب. أنه طولوا بالكم، إذا كان الضباط المنشقين اللي قعدوا بالخيام صار لهم 12 سنة لهلق ما رجعوهم على الجيش. يعني كان أمر طبيعي فور سقوط النظام الضباط المنشقين كل واحد يرجع لمحله، يعطوه رتبه، الرتب اللي فاتته صار له 10 سنين هو خارج البلد، تعال انت انشقيت مقدم، هي رتبتين، هي 3 رتب، ويستفيدوا من خبرات الضباط. هذول كلهم ضباط جيش وضباط بكافة الاختصاصات. لا، اما الجولاني وجماعة الهيئة بدهم يدربوا ضباط على كيفهم مشان يكون ولاء للهيئة مو للوطن مو لسوريا. طيب هذا الضابط اللي ما حب، اللي ما انضم للدم ولا قتل الشعب السوري، ليش ما تسترجعوا؟ لهلق لا استرجع ضابط، لا رفع عنهم الطلبيات البحث ولا شال عنهم الاحكام القضائيه، ولا رجع لهم رواتبهم، ولا رجعوا للجيش، ولا كرمهم. يعني لازم اللي صار له 10 سنين منشق بجوز فاتته رتبتين، صحيح، يعطيه رتبتين ويكرمه برتبه، ما في لحد اني خارج البلد. فاذا هدول اللي كانوا هن بالثوره مسلوتين برا، فكيف بدك تحكي عن الناس اللي عم يتحضروا للعوده ضمن المشهد الجديد؟ ممكن كله ممكن، يعني كله. هذا المشهد الجديد بيشبه المشهد يلي سقط فيه الرئيس بشار الاسد. هلا ليش عم بقول لك بدأ من حلب وكفى بهذه السرعه؟ ربما يكون اسرع، لانه الجولاني هو كما قلت، يعني هذا النظام ليس له اظافر قويه وليس له جذور قويه في الارض السوريه. والحديث عن الجنرال مناف طلاس يعني ليس حديثا عاديا. جنرال مناف هو شخصيه توافقيه يحبه كل السوريين، يعني السنه هو سني، وضابط منشق عن النظام، يعني هو ثائر ومن الثوار، وانشق عن النظام وكان مع المعارضة. فكل جمهور المعارضة وكل جمهور السنة معه. جمهور الساحل كمان بيحبوه لأنه هو ضابط ابن المؤسسي بالنهاية. السويدة كمان نفس النموذج. شرق فرات كمان يعني أكثر شخصية توافقية وشخصية عسكرية قادرة على ضبط الإيقاع في الجنرال مناف. ليش اللي بيخافوا منه؟ ليش هلا أنت بس تكون مناف طلاس بيجيك كثير بيسبوك؟ لأنه عارفين أنه في خطر بالموضوع، وهذا الخطر لم يعد خطرا هاجسيا أو خطرا بالبال. أنا في تقديري أصبح قريبا جدا على الواقع بكل تأكيد. نور الدين البابا دائما يهاجم الشيخ صالح العلي. أنا والله بصراحة شو الأسباب؟ بصراحة أنا نور الدين البابا هو كان مع الجيش الحر، أنا لم أسمع به ولم أره إلا بعد السقوط. لكن بعد السقوط يعني استمعت إليه إلى تصريحاته. أنا الحقيقة كنت يعني في نور الدين البابا وفي معه شخص آخر أنا كنت أستأنس بهم خيرا. أقول إنه شيء جيد يكون في عندك ناطق رسمي باسم الداخلية أو باسم إحدى وزارات هذا النظام، يعني فهيم بيفهم وبيعرف يحكي وبيعرف يسولف وبيعرف يصرح. لكن اللي قاله امبارح يعني أنا كشخص خيب ظني، يعني أنت عم تيجي تحكي عم يحكي عن رمز من رموز سوريا بلغة طائفية. يعني هذا النظام سبحان الله حتى الفهيم فيهم والعاقل فيهم أو اللي احنا بنفكره عاقل وفهيم صعب، لأنه البيئة كلها طائفية. فكيف بدك شخص تبني عليه؟ عم يجي يحكي على الشيخ صالح العلي وعم يحكي والله إنه مشاكل. لك يا عمي أنت عم تحكي عن مشاكل طائفية بين العلويين والإسماعيليين، تمام؟ طيب من 60 سنة في علوي قتل إسماعيلي مثلا، أو في إسماعيلي قتل علوي؟ ما في. فإذا كانت المشاكل بين العلويين والإسماعيليين المشاكل الطائفية بين مثل يا ريت يكون كل مشاكلنا مثل حكاية مشاكل العلويين والإسماعيليين. يعني أنتم السلطة ما صار لكم بالسلطة سنة والقتل الطائفي بالآلاف يموتوا طائفيا. حتى آخر حادثتين بطرطوس هذا حاول يذبحه لأنه علوي، ومراد محرز بقرية اليهودية باللاذقية كمان لأنه علوي ذبحه. شيء مو طبيعي. وبرجع بحكي، فأنا بقول له يا نور والله كنا مستأسين فيه خير، يعني خيبت ظننا فيك، عم تحكي يعني كلام هذا طائفي لا يمكن أن يصدر عن محلل سياسي موزون.
المحلل السياسي المنطقي اللي بيحلل بطريقه منطقيه. في عندك محللين سياسيين بحلل بطريقه ارعناء، ممكن يطلع منه تعبيرات طائفيه، اما حدا ناطق باسم الحكومه او باسم وزاره يحكي بطريقه طائفيه وبيجي بيحرش انه والله انتم في مشاكل طائفيه بين العلويين والاسماعيليين والشيخ صالح ما كان. طيب الشيخ صالح قائد ثوره، يعني بيجي بقول لك والله شلون طلعوا بده يهدوا تمثال صالح العلي. اذا الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه طائفي ومو شايف انه الشيخ صالح العلي كان قائد ثوره الساحل ضد فرنسا، فلا اعتب على الهمج اللي بالشارع يعني. فليش احنا بنقول ان هذا وصفناه الوصف؟ يعني اذا كان رب البيت بالطبل قارعا فلا عتب على بقيه الناس الرقص يعني. سؤال اخير شيخ عمر، شو يلي بيفرمل المشهد المقبلين عليه بسوريا؟ بفرملوا اما هاي السلطه تفتح الباب وتستقطب كل السوريين، تفضلوا نعمل حكومه وحده وطنيه. بتلحق اذا كان في جد اتمنى، انا بغض النظر بتلحق او ما بتلحق، لكن اتمنى انه يشتغلوا هيك، يفتحوا الباب. احنا كل الشعب السوري دفع ثمن من النظام السابق، اللي وقف معه واللي وقف ضده كله دفع ثمن وجود النظام السابق سواء مع او ضد. طيب وخلصنا من النظام السابق، الثائر هو الذي يحمل فكره بناء وليس فكره هدم. فاذا كان هن بده يبنوا سوريا تفضلوا، تعالوا نبني سوريا ونعمل حكومه وحده وطنيه ونفتح الخطوط مع الكل. لكن هذه السلطه هي مهمتها ان تنفذ ما لم ينفذه بشار الاسد. بشار قالوا تعال وقع اعطينا الجولان وبتضل مو 100 سنه بتضل 200 سنه رئيس انت واولادك، ما فعل. لكن هذه السلطه الان تنفذ ما عجز عنه الاسد من تذعير الاقليات حتى مشان الدروز يروحوا باتجاه الكيان، تخويف العلويين مشان يقطعوا علاقتهم بالكامل بالمطلق مع ايران ومع محور المقاومه ويروحوا باتجاه الازرق وقسد. فهي تنفذ مخطط بصراحه يعني. اذا لم تفتح هذه السلطه الباب لاستقطاب السوريين وحكومه وحده وطنيه حقيقيه، فنحن ماشيين باتجاه تنفيذ هذا المخطط اللي هو الفدرالي واللامركزيه والتقسيم بعدها والى اخره. لهون كون خلصنا حلقتنا عبر سيريا ميديا. استاذ عمر رحمون، شكرا لوقتك. حياكم الله، اهلا وسهلا.